هذه رسالة من الأمهات والآباء الذين رحلوا عن هذه الدار، رسالة محزنة ورسالة تقطع القلوب إلى الأبناء والبنات والأصدقاء والجيران. يحكي حاله فيقول: انقطع عملي وأنتم أملي، صدقة تؤنسني، ترى دعواتكم تصلني، فلا تحرموني في قبري فكل شيء منكم يصلني. وترى يا وليدي توقف الرصيد، وأغلى ما عندنا أن أحد يهدي لنا حسنة، إما مصحف يوزعه أو مشاركة في وقف أو بناء مساجد أو حفر آبار أو دعوة طيبة أو نشر علم بين الناس. وهنا يأتي دورك يا بنيتي، ولد صالح يدعو له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نسر والله ونفرح بذلك، ترفع به الدرجات وتقال به العثرات، وربما تكون سبيل لدخولنا الجنة وإنقاذنا من النار. وربما قصرت أو أسأت أو عقيت والديك وتريد أن تتوب وتكفر عن ذلك وتريد أن تبرهم بعد الموت. اسمع لمالك بن ربيعة رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أقبل رجل قال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. والمقصود بالصلاة عليهما والاستغفار لهما مو بتصلي عنه، لا، إنما المقصود تدعو له وتحرى أوقات الإجابة في ذلك. وإنفاذ عهدهما، كان عليه ديون ولا كفارات تكفر عنه وتقضي دينه. وصلة الرحم وإكرام الأصدقاء تكون أنت سبب في الدعاء لهم: اللهم اغفر لأبوك كان كذا وكذا، اللهم اغفر لأمك كانت كذا وكذا، صرت سبب في الدعاء لهم. وأخيرا خذ هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك.